كما كان متوقعا أمطار الخير تهاطلت على بلادنا. تساقطات مطرية روت الأرض وملأت السدود وأغنت الفرشة المائية بمختلف مناطق المملكة. على المقاييس إلى حدود الساعة 6 من مساء هذا اليوم كانت 111 ملم وسجلت بإقليم شفشاون. بطنجة سجل 105 ملم، بالعرائش 91 ملم، 65 ملم بأصيلة والمضيق، 50 ملم بتطوان، 48 بمارتيل، القنيطرة، المحمدية، الفنيدق 38، أكادير دوتنان 35، إفران 33 ملم، سيدي يحيى الغرب 29 ملم. بمدينة سلا سجل من الأمطار 28 ملم، بوزان 27، بالدار البيضاء 26، 25 سجلت بالصخيرات، ببن سليمان والرباط 24، سوق الأربع الغرب 23 ملم، 21 بتطمليل وتازة، 21 أيضا بأكنول، 19 ملم بكل من الجديدة، فاس المدينة، سيدي سليمان وتارودانت سجلت بها 18 ملم، 16 ملم بأزمور والنواصر، 15 بمكناس، 14 برشيد. بمريرة بن حمد والزمامرة سجل من الأمطار 13 ملم، 12 ملم بشتوك أيتباها، 11 ملم بأسفي، 10 بفسايس، 10 أيضا بإموزار أكادير الدوتنان، بسيدي إفني، بني ملال، أسفي، وسطات 9 ملم، 8 ملم أيضا بتيزين إسلي، بالصويرة، خريبقة، خنيفرة، تارودانت 7 ملم، و6 ملم سجلت أيضا ببويقرا، مسا، سيدي بن نور والخصاص، بأي تعميرة، مولاي بوسلهام، تيزين تاست 5 ملم، وسجلت 4 ملم بكل من قصبة تادلة، تنال، تيغوغا وتفراوت. المنطقة الشمالية للمملكة عرفت أمطارا قياسية كما تابعنا في المقاييس هذه الفترة الأخيرة، يعني بمدينة شفشاون، وبفضل هذه التساقطات وصلت نسبة ملء سد شفشاون إلى 100%. وفي إطار تدبير حقينة هذا السد وتهيئته لاستقبال الأمطار الكثيفة المتوقعة، جملة من الإجراءات اتخذت لحمايته من التوحل، وإجراءات أخرى للتدخل في حالة حدوث أي انجرافات أو انقطاعات للطرق بسبب كثافة الأمطار. الروبورتاج لفنا شاكر العلوي وعبد العالي قرنوني. إقليم شفشاون وتساقطات مطرية غزيرة بحسب نشرة إنذارية لمديرية الأرصاد الجوية تصنف من مستوى يقظة أحمر، مما يواكبها تدابير احترازية مهمة من ضمنها القيام بتفريغات على مستوى سد شفشاون الذي عرف نسبة ملء 100%، وهو ما يستدعي القيام بهذا الإجراء لمنح السد متسع لاستقبال التساقطات المطرية المتوقعة خلال يومي السبت والأحد. حاليا وبفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة شهر فبراير المنصرم وبداية شهر مارس، سجلت حقينة سد شفشاون نسبة ملء فقط 100%. تجدر الإشارة إلى أنه في إطار تدبير حقينة السد وترقبا للتساقطات المطرية وللواردات المائية المهمة المرتقبة، تم القيام بإفراغات على مستوى مفرغ القعر للسد. لسد شفشاون أهمية كبرى في تأمين الماء الصالح للشرب بالنسبة للإقليم، وكذا سقي محيطات فلاحية كبرى بالمدار السقوي دار قوبع، وبالتالي الأمطار الأخيرة ساهمت في ملء حقينة السد التي تصل إلى 12.1 مليون متر مكعب، ليكون له أثر إيجابي على القطاع الفلاحي لفترة مهمة. هذا السد الذي تم استغلاله سنة 2015 في بداية سنة 2015 يمكن من تخزين حجم مائي مهم يصل إلى 12.1 مليون متر مكعب. على إثر التساقطات المطرية والرياح القوية التي عرفها إقليم شفشاون منذ يوم أمس والتي ستستمر خلال هذا اليوم إلى يوم الغد، عبأت المديرية الإقليمية للتجهيز فرق التدخل على جميع المحاور الطرقية التي تعرف بعض الانقطاعات بفعل تساقط الأشجار وبعض الأحجار وكذا غمر الطرق بالأوحال. لحد هذه الساعة قامت المديرية بالتدخل في هذه المحاور من أجل الحفاظ على استمرارية حركة السير. تساقطات مطرية كثيفة ومتواصلة تعمل لجنة اليقظة بعمالة شفشاون على مواكبتها برفع درجة اليقظة والاستعداد إلى أعلى مستوياتها، والتنسيق بين مختلف المتدخلين بجميع القطاعات المعنية للتواجد الميداني المستمر بالقرب من الساكنة والقيام بالإجراءات الضرورية لمنع انقطاع المسالك بالمناطق الجبلية كما الشريط الساحلي. مدينة شفشاون كتعرف بتضاريس الصعبة، فيها جبال ومنعرجات
مما يجعل أغلب مسالك الإقليم تتعرض لانجراف التربة، مما يستدعي تداخل آليات مجموعات الجماعات في أي وقت. إن مجموعات الجماعات كتوفر على أسطر من الآليات في كل دائرة رهن إشارات الساكنة. كثافة التساقطات المطرية على مستوى إقليم شفشاون تفعل بشأنها لجان مختلطة بتتبع مستمر على مستوى عمالة شفشاون للسهر على تحسيس وتوعية الساكنة بضرورة توخي الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم والابتعاد عن مجاري الوديان وكل الأماكن التي قد تشكل خطرا عليهم، ووضع مختلف الوسائل البشرية واللوجستية الكافية للتدخل في مختلف ما يمكن أن يترتب عن سوء الأحوال الجوية. مدينة البوغاز بدورها كانت على موعد مع تساقطات مطرية هامة خلال 24 ساعة الأخيرة. أمطار الخير التي تهاطلت بكثافة على طنجة يعول عليها كثيرا لإنعاش حقينة السدود والفرشة المائية واستدراك الموسم الفلاحي الذي تأثر في السنوات الأخيرة بنذرة التساقطات.